وزي ما أنا قلت لك يا حضرة الضابط، بعد أول عضوين بعتهم بمعرفتي الموضوع بقى صعب. أنا مش تاجر ولا عندي شبكة تصريف، أنا كنت محتاج حد يفتح لي الأبواب. وهنا ظهروا سماسرة الدارك ويب. قابلتهم في كافيه في الزمالك قاعدين ببدل الشيك وكأنهم رجال أعمال. أول واحد عرفت اسمه كان اسمه سالم. بصلي وقال لي: يا دكتور سامح، انت كنز ماشي على الارض. قلت له انا متوتر: انا مش فاهم قصدك. ضحك وقال لي: كلية واحدة بتساوي $1000، كبد كامل ده لوحده ثروة، واللي زيك عنده كنز تحت ايده كل يوم. كلام وقع عليا زي السحر. انا بالفعل كنت عامل كذا عملية، لكن اللي بقوله فتح لي ابواب الجحيم. سالم عرض عليا نظام كامل: انت تديني البضاعة واحنا نصرفها، ومفيش أثر، مفيش أسئلة، مفيش تحقيقات. كل اللي عليك تفتح وتطلع والباقي علينا. أول صفقة عملتها معاهم كانت صدمة. خدت كبد كامل من مريض مات رسميا، بس طلعته قبل ما يوقف قلبه بدقايق. حطيته في الحافظات اللي جابوها، وسالم سلم لي شنطة بالدولارات. وقتها أدركت إن عديت السحاب اللي مفيش رجوع منه. الموضوع ما وقفش على المستشفى اللي أنا فيها، لأ، العصابة بدأت تديني طلبات. يقولوا لي: عايزين كبد خلال أسبوع، عايزين قلب سليم بأي طريقة. وبدأت أتعامل مع المرضى مش كبشر، لأ، كمخزن أعضاء. المريض اللي يخش على السرير قدامي كنت أبصله وأقسمه دماغي: الكلية دي تتباع، الكبد ده تمام. بقيت أكتب تقارير مزورة وأديهم أسماء وهمية، وغطي على غياب الأعضاء كأنها مضاعفات طبيعية. لكن يا حضرة الضابط، كل ما دخلت أعمق معاهم كل ما بقيت أقل إنسانية. أنا فاكر مرة جالي طفل صغير عنده 12 سنة، كان محتاج عملية في الغدة كده. وأنا ببص على جسمه الصغير سمعت صوت سالم في ودني: الأعضاء الصغيرة دي مطلوبة جدا، زبوننا بيدفع دهب فيها. أنا الدكتور سامح اللي المفروض أكون منقذ لحياة البشر. فضلت أبص للطفل كأنه سلعة، وفي الآخر أخدت منه الكلية اليمين وهو صاحي. فضل يعيط من الألم، وأنا أقول لأهله: دي أعراض عادية من بعد العملية. الفلوس بقت زي الرز، عربية جديدة، فيلا، حسابات في البنوك. بس مع كل جنيه بيخش جيبي كان في روح بتتسرق. واللي أصعب من ده كله إني ابتديت أحس إني مش لوحدي، العصابة بقت معايا في كل خطوة. لو فكرت أبطل، سالم يبتسم ابتسامة باردة ويقول لي: إحنا وإنت في مركب واحدة يا دكتور، لو غرقت هنغرق كلنا معاك. ساعتها فهمت إني مش مجرد جراح، أنا بقيت جزء من مافيا كاملة بتاكل البشر. لكن الطمع يا حضرة الضابط خلاني وحش، وحش لابس بلطو أبيض. زمان كنت بترعش وأنا بمسك المشرط، دلوقتي إيدي بقت ثابتة زي الحجر. بقيت أبص للجسم البشري مش كبني آدم، لكنه خريطة كنوز لازم أفتش فيها. أنا فاكر ليلة معينة عملية قلب مفتوح لراجل خمسيني، المفروض العملية إنقاذ، بس أنا كنت مجهز من قبلها. دخلت أوضة العمليات، الجو بارد وريحة المطهر مالية المكان. الممرضة قالت لي: دكتور، حالة المريض مستقرة. بصت لها بابتسامة باردة وقلت لها: هيبقى بخير. بدأت أفتح صدره، المشرط بيشق الجلد بخط مستقيم والدم بيظهر خط أحمر رفيع. بالنسبة لي المشهد ده كان فن. فتحت القفص الصدري وبالمنشار الطبي لما القلب ظهر قدامي كان بينبض آخر دقاته. أنا المفروض ألحقه، لكن لأ، خليت الممرضة تروح تجيب لي حاجات. دخلت إيدي، حسيت بحرارة جسمه، شلت القلب وهو لسه بيترعش في إيدي. رفعت عيني أبص على الساعة: 17 ثانية والقلب وقف. خيطت مكان الجرح تاني وخرجت من أوضة العمليات شايل شنطة صغيرة فيها حياة كاملة اتسلبت. لكن مش ده أبشع مرة. الأبشع كان لما دخل عليا شاب 19 سنة بعد حادثة موتوسيكل، دماغه متدمرة. أهله واقفين بره بيصرخوا: انقذها يا دكتور، الحقوا بالله عليك. دخلت أوضة العمليات لوحدي، ومجرد ما قفلت الباب بقيت في مملكتي. فتحت بطنه بسرعة، لقيت الكبد لامع سليم جدا. قلت لنفسي: دي فرصة ما تتفوتش. المشرط قطع الشريان، الدم اندفع زي النافورة. أنا المفروض ألحقه في 10 دقايق. تمات وأنا كنت طلعت الكبد والكلى. حطيت الحاجة في الحفاظات، ولما الأجهزة وقفت طلعت الأهل وبلغتهم بموته.
وأنا كنت مبتسم، بس أنا كنت شايف نفسي مش جراح، أنا بقيت جزار البشر. ومع الوقت بقيت أحب اللحظات اللي بقطع فيها أول ما المشرط يلمس الجلد، في صوت خفيف كده زي همس الموت. أول ما الدم يطلع بحس براحة غريبة. كنت ساعات أسيب نفسي وأقعد أراقب الجرح وهو بيفتح بالراحة وببطء، كأني بتفرج على لوحة فنية بتترسم. عارف يا حضرة الضابط، أنا ما كنتش بشتغل عشان الفلوس بس. الفلوس مهمة بس كان عندي إدمان غريب للمنظر، ريحة الدم، صوت الأجهزة وهي بتصرخ. كنت حاسس إني مش مجرد تاجر أعضاء، لأ، أنا بقيت أبشع من كده بكتير. المريض يدخل سليم يطلع ناقص، يدخل شايف يطلع أعمى، يدخل عنده قلب يطلع جثة، وكل ده بابتسامة باردة. أنا كنت فاكر نفسي أذكى من الكل، كل عملية بعملها بغطيها، كل تقرير بصوره بطريقة احترافية، كل روح بتختفي من غير ما تسيب أثر. بس اللي ما كنتش حاسبه إن العيون اللي حواليا مش نايمة. أول واحد بدأ يضايقني كان ضابط صغير اسمه محمود، شاب لسه متخرج من كلية الشرطة، عينه دايما شكاكة. كان جاي المستشفى يتابع حالة أخوه اللي عامل حادثة. في يوم وأنا خارج من أوضة العمليات بعد ما فقدنا مريض، لقيته واقف في الطرقة ماسك تقرير وبيقراه باهتمام. بصلي وقال: غريبة يا دكتور، معظم وفيات الاسم عندك بتكون بسبب نزيف داخلي. ضحكت ضحكة مصطنعة. الحوادث في البلد دي كتير يا حضرة الضابط، ودي مضاعفات عادية. بس نظرته ما كانتش عادية، ومن يومها بقيت ألاقيه في كل مكان، واقف بره العمليات بيتابع كل حاجة بعينه، قاعد مع الممرضات بيسألهم عن الحالات، بيتكلم مع أهل المرضى، وكان بيجمع شهادات. مرة وأنا ماشي في الممر سمعت بيقول لممرضة: إزاي حالة بسيطة زي دي تموت فجأة؟ الممرضة قالت: الدكتور سامح قال نزيف شديد. ساعتها قلبي وقع، لكن أنا كنت أذكى منه، أو على الأقل كنت فاكر نفسي كده. بدأت أتصرف بحذر أكتر، بقيت أعمل عمليات نظيفة من غير ما أسرق حاجة عشان يبقى عندي غطا للي بعمله، وبقيت أكتب تقارير طويلة مليانة مصطلحات معقدة عشان أي حد يقراها يتلخبط. بس محمود ما كانش بيزهق. مرة دخل عليا أوضتي فجأة وقال لي بابتسامة باردة: أنا درست تشريح في الكلية يا دكتور، وعارف إن الكلية ما تختفيش لوحدها. الكلمة دي يا حضرة الضابط غرست زي السكين في صدري. ابتسمت له برضه وقلت له: معلش يا حضرة الضابط، واضح إنك متأثر بالمسلسلات، طب كل حاجة وردة. بس أنا وأنا باصص في عينه حسيت بالخطر لأول مرة بجد. مش هيبطل. هو بدأ يفهم. من يومها كل ما أفتح بطن المريض كنت حاسس إني مش لوحدي، كأني سامع صوت وراي بيقول: الكلية ما بتختفيش لوحدها. والخوف بدأ يسيطر عليا لأول مرة. عارف يا حضرة الضابط، في الأول كنت فاكر محمود مجرد ولد صغير حابب يبين نفسه، بس في الحقيقة إنه كان أخطر مما توقعت. الواد ما كانش بيلعب، بدأ يجمع ملفات المرضى اللي ماتوا عندي ويطلب نسخ من السجلات، يسأل الممرضات عن تفاصيل صغيرة، وأنا كنت براقب تحركاته. وكل يوم خوفي بيكبر. مرة شفته وهو قاعد في الكافيتيريا مع واحد من الدكاترة الصغيرين بيسأله: هو ازاي مريض مرارة بسيط يموت بنزيف داخلي؟ والدكتور بيرد: دي حاجات بتحصل، الطب مش علم دقيق. لكن محمود كان بيكتب كل كلمة في كشكول صغير كأنه بيلم خيوط شبكة عنكبوت. الأخطر إنه بدأ يزور أهالي المرضى اللي ماتوا، يسألهم: ابنكم كان بيعاني من حاجة قبل العملية؟ هو الدكتور قال لكم إيه سبب الوفاة؟ وكل شهادة كانت بتعمل خرم في جدار الأمان اللي أنا بنيته لنفسي. وفي يوم حصلت المواجهة الأولى، كنت طالع من أوضة العمليات لابس جوانتي مليان دم. فجأة لقيت واقف قصادي في الطرقة، ابتسم وقال: مش غريبة يا دكتور إن معظم اللي ماتوا عندك يختفي أعضائهم في التقارير؟ اتجمدت مكاني، قلت له ببرود: أنت بتطلع إشاعات بس يا حضرة الضابط، وده خطير على سمعتك. رد عليا وقال: ولما أجيب لك الدليل؟ الكلمة دي جسمي كان بيتنفض. عرفت إن اللعبة قربت تنتهي. رجعت البيت الليلة دي، قعدت في الضلمة لوحدي. الملايين اللي جمعتهم محمونيش من كابوس كلمة واحدة، كلمة الدليل. بس أنا ما استسلمتش، لأ، أنا بدأت أخطط أنا كمان. أمرت العصابة يغيروا طرق تسليم الأعضاء، خليت كل الممرضين يوقعوا على أوراق سرية، حتى المرضى بقيت أختار بعناية مين ينفع يتاخد منه ومن غير
مخلي حد يشك. لكن محمود كان ماشي ورايا زي الظل. ومرة لقيته في المشرحة واقف بيتفرج على جثة، وقال لي: عارف يا دكتور، الجرح ده مش شكله جرح مضاعفات، شكله جرح حد كان بيدور على حاجة جوه. أنا مسكت أعصابي بالعافية، ابتسمت وقلت: شكلك بتحب الأفلام يا حضرة الضابط. لكن في عينه كان متأكد مش شاكك. من اليوم ده ما كنتش أدخل أوضة العمليات من غير ما أحس إن في كاميرا مراقبة بتراقبني. كل عملية بعملها كنت سامع صوته في وداني: أنا هجيب لك الدليل. بس أنا برضو كنت مستعد، لأني كنت ناوي أول ما يقرب أكتر من اللازم أخلص عليه. الليلة دي يا حضرة الضابط أخدت قراري. محمود ما بقاش مجرد خطر، بقى لعنة. الواد كل يوم يقرب أكتر، وأنا مش هسيب حد يهدد العرش اللي أنا بنيته بالدم. خطتي كانت بسيطة: أخليه يدخل المستشفى في وقت متأخر، وأخليه يقع في فخي. كنت عارف إنه ما يقدرش يقاوم أي خيط جديد. اتصلت بيه من رقم مجهول، قلت له بصوت متغير: لو عايز تعرف الحقيقة، في ممر التخزين تحت المستشفى الساعة 2 بالليل. والغبي جه. أنا كنت مستنيه في الضلمة، لابس جوانتي ومجهز إبرة تخدير كفيلة توقع حصان. سمعت خطواته بتقرب، صوته في الممر. من هنا أنا خرجت من الضلمة، ابتسمت: أنا هنا يا حضرة الضابط، الحقيقة مستنياك. هو مد إيده على مسدسه، لكن قبل ما يلحق غرست الإبرة في رقبته. صرخ وحاول يقاوم، بس وقع على الأرض بيتنفس بصعوبة. ساعتها حسيت إنه ملكي. الضابط اللي كان مطاردني دلوقتي وقع تحت إيدي. قعدت جنبه وقلت له: عارف يا محمود، أنت اخترت أسوأ عدو. أنا مش مجرد جراح، أنا آلة بقرر مين يعيش ومين يموت. بدأت أفكر: ليه ما تعاملش معاه زي أي مريض؟ ليه ما افتحش صدره واستفاد من أعضائه؟ جرجرته لحد أوضة جنبي مهجورة في الدور الأرضي، ثبته على سرير حديد، نفس السرير اللي شهد على عشرات الضحايا قبله. ولما مسكت المشرط حسيت بنفس النشوة القديمة. لكن الغريب، محمود كان بيبصلي وهو نص واعي، بيضحك ضحكة وهن لكنها صدمة. قال بصوت متقطع: انت انتهيت يا دكتور. الضحكة دي أربكتني، ووقفت مكاني وبصيت له. ازاي واحد على وشك الموت يضحك؟ فجأة سمعت صوت، الأنوار اتفتحت، ولقيت نفسي محاصر بين 3 ضباط واقفين بالمسدسات موجهينه عليا. محمود ابتسم وهو بيقول: قلت لك يا دكتور، كنت بدور على الدليل، والدليل هو انت بنفسك. اللحظة دي يا حضرة الضابط حسيت الدنيا كلها وقعت فوق دماغي. المشرط وقع من ايدي، وكل اللي بنيته انهار في ثانية. ده كان كلام الدكتور سامح، أنا الضابط المسؤول عن ملفه. طول حياتي شفت مجرمين وقتلة، تجار مخدرات، نصابين، لكن اللي شفته في عيون الراجل ده كان حاجة مختلفة. ما كانش مجرد مجرم بيجري ورا فلوس، كان دكتور طبيب الناس وثقت فيه وفتحت له قلوبها وبطونها عشان ينقذهم. لكن هو استغل الثقة دي ولبس وش الملاك، وهو في الحقيقة شيطان بيلعب بالمشرط. لما قعد قدامي في التحقيق ما كانش فيه إنكار، اعترف بكل حاجة. حكى ازاي أول مرة يتجرم، ازاي الطمع خلاه يكرر الجريمة، ازاي بقى جزء من شبكة سودة بتتاجر في الأعضاء الناس وكأنهم قطع غيار. والأغرب إنه حكى ده كله ببرود، كأنه بيتكلم عن عملية حسابية مش عن أرواح البشر. وأنا بسمعه ما كنتش سامع مجرد مجرم بيبرر لنفسه، كنت سامع انهيار إنسانية كاملة. راجل كان ممكن يكون منقذ، لكنه اختار يكون قاتل. المحكمة نطقت حكمه: الإعدام شنقا، والحكم اتنفذ. في اللحظة دي ما حسيتش بانتصار، حسيت إننا بس قفلنا فصل أسود. الملف ده هيفضل شاهد إن الخطر مش دايما جاي من بلطجي في الشارع، ساعات بيجي من وش بريء، من دكتور بيلبس بالطو أبيض ويقف قدامك بابتسامة مطمئنة. وأنا كتبت آخر جملة في التقرير: الدكتور سامح خان القسم الطبي قبل ما يخون مرضاه، ومات مش كجراح لكنه كأخطر سفاح لبس وش الرحمة.